بطلة قصتنا اليوم هي رباب، بنيتة بريئة جدا، بسيطة جدا ومجتهدة جدا. بنيتها اللي كبرات وسط والدين اللي بجوجهم خدامين، بجوجهم مقاتلين باش انهم يوفروا لها كاع اللي تحتاج باش انها تكون قارية ومتفوقة ويوفروا لها احسن مستقبل ممكن. هي بنتهم الوحيدة وكانت هي املهم في الحياة، هي اللي كيتمناو انها غترفع راسهم، هي اللي كيتسناو منها الخير، وهي اللي كيتسناو انها غتنجح في داكشي اللي هو ما قدوش ينجحوا فيه. إلا أن هادشي كان كيشكل ضغط كبير على رباب بحكم أنهم كانوا كيقرروا كل شي بلاصتها، كانوا كيختاروا كل شي بلا ما يتشاوروا معاها، رسموا ليها حياتها بلا شوارها. كانت كتحس أنها لعبة بين يديهم كيقرروا أش ما بغاو وهي خاصها غير تطبق فقط. كانت كتمنى أنها تذوق طعم الحرية، كانت كتمنى تذوق طعم التمرد وأنها تعيش حياة اللي هي اختارتها هي بغاتها، أنها تضرب الدنيا بركلها وما تسوق لحتى شي حد، أنها تكون من هادوك الناس اللي كيديروا ما بغاو بلا ما يفكروا في حتى شي واحد. لكن ما كانش كتلقى عندها الشجاعة الكافية أنها توقف في وجه والديها وأنها تقول لهم لا وتقول لهم ما بغيتش، وبقات هكا نهار على نهار، عام على عام، ديها في قرايتها، ديها في السوايع، في الضغوطات، الخوف من الفشل، الخوف من أنها ما تنجحش. كانوا الآمال اللي والديها حاطين عليها كيتقلوا عليها بزاف وكيضغطوها بزاف، فكانت مالة هاد الحياة، كانت كل صباح كتفيق كارهة وما حاملاش هادشي اللي هي كتعيش فيه لأنه ما كيشبهش لها. تمنات حياة طبيعية، حياة نورمال بعيدة على هادشي كأي بنت فلاج ديالها، بحكم أن تفوقها خلاها غير مرغوبة في البلاصة اللي كتقرا فيها، خلى الناس تنفر منها، خلاها تحس أن كل شي باغي يبقى بعيد عليها لأنها فقط ديك البنت المجتهدة. فهادشي كيخلي بنادم يشوفها كأنها معقدة، كأنها وأصلا هي كانت بسيطة جدا، يعني حتى الميك اب قليل فين كديرو، ما ديهاش في مظهرها بزاف، القراية واخدة لها قاع تركيزها واهتمامها. فما كانوش عندها صحابات، ما كانتش مغرية للناس اللي في جيلها، حتى يعني الدراري ولا الشباب حتى شي حد ما كان كيحاول يتقرب منها ولا يحاول يخلقها معاها. فكانت كتحس براسها بوحدها، غير اجتماعية قاع، حتى الجيران وبنات الجيران ما كتهضر معاهم، قليل السلام السلام، هادي علاقتها معاهم فقط. فبقات هكا سنين 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 إلى أن وصلت لسنتها الأولى في دراسة الطب، بحكم أن والديها اختاروا لها أنها تقرا الطب طبعا. ورا ما بدات قرايتها دازت سنة اللي هي نورمال بحال كاع السنين اللي فاتوا، إلى أن تعرفات على منير. منير اللي هو شنو نقول لكم، هو داك نقيطة العسل اللي دخلت لحياتها. بالنسبة لها نهار اللي شافتو هذاك هو عيدها، هذاك هو النهار اللي عمرها غتنساه، النهار اللي حسات بقمة السعادة فيه، نهار اللي حسات بديك شرارة التمرد اللي كانت باغا تعيش، حسات أن كاين أخيرا شي حد اختارها، هي اختارها لنفسها وبغاها، اختارها هي وسط البنات، وأخيرا لفتات الانتباه ديال شي واحد، وأخيرا غتذوق طعم الحرية اللي كانت شحال وهي كتسناها. فمنير هو الإنسان اللي يتقرب منها، هو اللي يهرس داك الحاجز ديال أنها غير مرغوبة وسط محيطها، فبالتالي كانوا مشاعرها كتار تجاهه، ليس مجرد حب، مش حاجة كتر، كلمة أنها كتبغيه شي حاجة قليلة مقابل شنو كتحس من جهته. الوقيته اللي بدات علاقتها معاه اللي دابا دامت لمدة 6 شهور، كانوا كيتلاقاو في الوقيته اللي كيكونوا والديها خدامين، بحكم أن والديها كيكونوا خدامين فما كيرجعوا حتى الليل. فهي كتستغل ديك المدة ديال النهار والعشية أنها كتكون حرة، تقدر تخرج، تقدر تلاقاه، كيجلسوا انصومبل، كيقشبوا، كيهضروا، كدوز معاه وقيته زوينة، أحاسيس زوينة، كتحس بالراحة، كتحس بأنها ما ساخياش بلحظاتها معاه. إلى أن جا النهار اللي نعرفكم على منير. منير هو شاب جامعي، إنسان اللي مهلي في الحالة، مهلي في راسو، عكس رباب، إنسان اللي كيلفت الانتباه بوسامته، بملامحه هكا الحرشين، أنه إنسان اللي مهلي في صحته، ما عندوش ديك الفورمة المبودرة ديك الأوفر، إلا أنه رياضي، ديها في سبور، كيدير سبور، بحكم أن الحلم ديالو بحال نص ديال الشباب ديال المغرب السعيد
باغي يكون لعاب اللي هو محترف ويخرج برا البلاد. إيوا وكان كيدير كل ما بجهدو باش يقدر أنه يوصل لهاد الحلم، كان فعلًا مجتهد فيه، أنه كيدير لي زونطرينمون ديالو، كيطريّد، يشارك في أي حاجة اللي تقدر تقرّبو للحلم ديالو، أن شي حد يشوفو ويكتشف موهبتو ويعاونو باش أنه يحقق الحلم ديالو. طبعًا كانت رباب مساندة ليه في الفكرة، أي حاجة تفرحو كتفرحها. السيد أصلًا عارفة أنها ميتة عليه طايحة فيه. راك عارفين البنات نهار كيطيحوا صافي كتبان لي العالم كله كيعرفك راك مزعوطة في هداك فلان. إيوا بقاو هكا كلشي ستابل كلشي مزيان الحياة غادا إلى أن جات واحد السيمانة. هاد السيمانة غبر فيها منير تماما على رباب. بقات كتعيط ليه كتحاول انها تواصل معاه كتعيط ليه في التليفون ديال الدار ما كيجاوبهاش يعني ما كيجاوبها غير عمو بحكم انه هو يتيم الابوين. كبر في المنزل ديال عمو هو اللي كبرو بحال ولدو. ف هادشي خلى رباب انها مشطونه مخلوعه. ما فاهماش مورالها جدا طيح. مكفس باين عليها يعني حاسه بروحها غتخرج لان السيده متعلقه بهذا الانسان بالنسبه لها ولا هو حياتها ولا هو مستقبلها يعني احلامها كتربطهم به يعني اي فكره عندها كتربطها به. ففكرة أنه ما عندها حتى شي خبار عليه ما عارفاش حتى فين تسول أو تقرب عليه أو تقلب عليه كانت كتزيد تأزمها كانت كتزيد تخليها تغرق في أفكارها السوداوية. فبقات هاد السيمانة كامل اللي هو غابر عليها ما عارفاه لا فين كاين لا فين صاد سد عليها في بيتها ما كتاكل ما كتشرب مزيان. والديها حسوا بلي شي حاجة فيها ما هياش إلا أنهم مهما حاولوا أنهم يعرفوا يتقربوا منها يعني وخا كتسولها ماماها ولا باباها كانت كتحجج ليهم بأي حاجة بلي غير عيانة حكا مع الامتحانات وما عندها خاطر وصافي. حتى النهار مع 7 العشية صوني التليفون. كانت رباب متكية في ناموسيتها متكية على ظهرها وعينيها سارحين في السقف سارحة الدرية حتى تسمع الصوت ديال تليفونها كيصوني. متحركاتش لان فهاد الايام كامله كانت فيما كيصوني تليفون كتنقز ليه ملهوفه عليه كتحاب لها واش صافي حب حياتها هو اللي كيتصل الا ان دائما املها كيخيب. فقالت صافي اوكي غيكون شي واحد عاوتاني اللي كيعيط ليا وماشي هو. صوت جاهلات خلى التليفون كيصوني تيرين تيرين حتى قطع شويه هو يرجع يصوني. فضلت معصبه ومزيره على عينيها وجاوبات بلا ما تشوف شكون. غا هي اللي تسمع الصوت حسات براسها كلشي وقف حسات بواحد الراحة غريبة عجيبة بحال شي وحدة كانت هزة الأطنان على كتافها وصافي قاعدة كتقول طاح. فزيرات بيدها على التليفون وهي كتسمعو كينطق بسميتها وبالزربة زربت عليه فين كنتي غابر. طبعا وعطاه الحجج والأعذار حكا حبيبة كنت مسافر عاد رجعت وعندي شي حاجة مهمة باغي نقولها لك تقدري تخرجي عندي. المهم رباب ما عرفت ما دير. ها هي فرحانه ها هي متوتره كيفاش غتخرج والديها كاينين ها هي موحشه حبيبها وباغا تشوفو لكن ممنوع عليها انها تخرج في العشيه شنو غتقول لدارهم. المهم قطعت معاه قالت لي اوكي انا غادي نشوف كي غندير باش اني نخرج نتلاقاك. قطع معها منير وبقى كيتسناها في الزنقه اللي ورا الحومه ديالهم حاول انه يبعد باش كومسا ما يشوفهم حتى شي واحد. فمني قطعت معاه حسيت بان الروح رجعت فيها ولكن هدرتو ليه انه كاين شي حاجه مهمه باغي يقول ليها خلاتها عاوتاني ما مرتاحاش 100%. خلاتها تحس بلي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. يعني علاش كان مسافر بلا ما يقولها ليها شنو هو هذا الموضوع اللي هو مهم باغي يشاركه معاها واللي ما قادرش انه ياجله حتى من بعد بغى يهضر معاه فيه دابا. المهم حاولت انها تنفض كاع الافكار السوداويه اللي عندها اي حاجه سلبيه صافي حبيب القلب رجع ودوا معنا الحياه الحمد لله هابي. فما بغاتش تنكد عليها فرحتها وانها غتشوفه. دابا اللي بقى هو كيفاش انها غادي تخرج كيفاش غادي تخرج وتسلت بدون اعتراض من والديها انها تقدر تلاقى معاه. فبقات كتفكر تفكر
إيوا وبكل حماس حلات البلاكار كتقلب شنو غتلبس شنو غدير انها توجد راسها الحبيب القلب، واخيرا غتشوفو بعدا طولي غياب وطولي انتظار. إيوا لبسات قادات دوزات عكايرة على شنايفها، شافت هكا في المرايا مي واخا هكاك معجباش راسها بزاف. حاولت انها تحيد النظاظر ما رجعاتهم لانها ما كتشوف والو بلا بيهم. المهم ساطت وخرجات حلات الباب بشويه، شافت هوك وهوك يمينا يسار واش كاين شي حس كاين شي حد بلا ثقيل. زادت بشويه 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 بلا ان البيت ديال وليدها مسدود يعني راه دخلوا ينعسوا. دونك خرجت كتسلت 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 حتى وصلت للباب، حلات الباب بشويه عاوتاني وهي تخرج. خرجت كتلفت في حومتهم، كانت الدنيا خاويه قليل الناس فين كيدوزوا يعني كان الموضوع تحت السيطره. بقات غادا جنب الحيط حتى وصلت للشارع اللي ورا دارهم. هو يبان ليها، بان ليها حبيب القلب، غير اللي بان ليها يا لالا فين هي الدريه صافي قلبها بدا يضرب في المية. وصلت قدامه حاولت انها تسيطر على راسها ميمسي قلبها كيضرب بزاف، حاولت ان ملامحها يبقاو جامدين داكشي ديال عزته نفسي زعما رانا مقلقه. هو بقى هكا لحظات كيتامل فيها كيشوف شعيراتها اللي كيطيرهم من الريح، داكشي ديال لحظات الصمت والهيام. واذا بيه هو يعنقها كل وقاحه. عنقها هكا قال لها مالكي مقلقه. هي قالت ليه فين غبرتي فين كنتي، فين مشيتي بلا ما تقولها ليا. هو عاود لها كل شيء انه هو في هذا البيريود ملي كان كيتريني تلاقى مع شي ناس اللي شافوه انه كيلعب عجبهم ميتو. شافوه كيفاش كيأدي في الماتش اللي لعبوا، فبغاو انهم يتعاقدوا معاه، انهم يديو لواحد النادي يتعاقدوا معاه يتكلفوا به. فهو ما تاقش فيهم وقال لهم باللي خاصو يفكر واحد شويه. اي ابخي بقى كيقلب كيشوف واش ناس ثقه، فلقى فعلا ان داكشي اللي هما كيقولوا ليه راه صحيح. ايوا كيف رجع للدار اتصلوا بيه لقى راسو انه ما كاينش الوقت داكشي جا مدروك. دونك بغاو يشوفوا هما ديك الساعات فمشى تلاقى بيهم سنا معاهم العقد. المهم داكشي ديال الخير كيجي بالسربه الحمد لله. صافي ورا ما سنا معاهم طلبوا منه انه ضروري خصو يمشي معاهم للمخيم التدريب اللي كان فيه الفريق. واخا قال لهم هو انه ما واجدش وخصو وقيته زعما تيشوفها هي يهضر معاها وكم كوا يوجد حتى راسهم مي اصروا عليه انه ضروري خصو يحضر في هذاك النهار. وداكشي كان زعما غير لمده سيمانه، فبالتالي هو مشى تماك فين كان غابر وما عيطش ليها. فطبعا بنتنا فرحات ليه عجبها الحال انه اخيرا قربتي انك تحقق الحلم ديالك. فقالت لي مبروك عليك. طفى الغضب طفى التقليق داكشي بحال عمره كان. مي بينات لي انا يعني كوميم كان خصو يعيط ليها باسكو هي خافت عليه انها تكون واقع عليه شي حاجه ولا. ايوا هكا بقاو مبروك عليا مبروك عليك بقاو هكا كيهضروا الفرحه وداكشي حتى فجأة السيد قلبوا ليه الملامح يدخل في المود، دخل في المود ديال المعقول. شد ليها في يديها وقال لها اسمعي مزيان. انت عارفة انا الحلم ديالي هو انني نكون هكا لعاب واني ننجح في هادشي ونمشي بعيد ونسافر على برا وتا انا نكون محترف وهذا. الحمد لله اول خطوه هاني درتها وانا غادي فيها مزيان. مي المشكل اللي كاين سيكو خصني ضروري نمشي لمدينه اخرى. انا ما باغيش نتخلى على الحلم ديالي وفي نفس الوقت ما باغيش نتخلي عليك. انا لا يمكن اني نتخلى عليك، الا بغيتي انك تمشي معايا تقدري انك تمشي معايا وانا نمشيو بجوج وتماك نبداو حياه جديده. ما غادي نفرض عليك حتى شي حاجه، الاختيار غادي يكون اختيارك. مي انا ضروري اني ننتقل تماك وهذا الشيء كنديرو على قبلنا بجوج. وما كرهتكش انك تكوني بجنبي ومعايا لاني ملي كنت بعيد عليك كنت كنحسب الايام والسنين. مهم كياكل الدري عقلها بيني وبينكم. فقال لي هذاك الشيء علاش بغيتك تمشي معايا. ربابة وهي كتسمع هضرتو حسات ان كلشي تجمع عليها، انه شحال ما زاد كيهضر شحال ما كيتبدلوا فيها الالوان من الصدمه ديال كلامه. يعني ما عرفتش شنو خاصها دير. فكرات لوالديها كيفاش غدير شنو غتقول ليهم. قرايتها اللي باقي لها شهر وغترجع ليها.
ما عرفاتش شنو غادي دير، كيفاش غادي تمشي لمدينة أخرى وتخلي هادشي كامل. معلومة سريعة على هاد منير سي كو أنه هو من الدراري اللي عاجبو راسو بزاف، اللي هو نوعًا ما أناني، نوعًا ما عنده داك الأنا داك الغرور، فهو كان ضامن رباب، يعني كان بالنسبة ليه أن هي جامي غتخليه، جامي تسمح فيه، جامي غتقول ليه لا على شي حاجة، جامي غتقدر تخليه واحد النهار. فالوقيته اللي هي بدات تهضر ليه على باها وأمها وقرايتها وحياتها تبدلو فيه الملامح، ما عجبوش شنو قالت. صافي ملي شافها كتهضر هكاك دغيا زرب عليها، دغيا قال لها صافي انا ما غاديش نبزز عليك، بغيتي تبقاي هنا بقاي، قرارك هذا، الله يعاونك الله يعاونك، سيري للدار راكي غادي تعطلي، ركب في موطورو بغا يكسيري، ما تسوقش لها هي واخا بغات تحبسو. صافي قال لها انا عطيت لك المال الناس ما يمكنش لي اني نتراجع فيها، وانتي خديتي قرارك، يعني الله يعاون الله يعاون. كثيرة خلا وراه الريح وخلا وراه رباب اللي واقفة في الزنقة اللي شبه خالية كتحاول انها تفهم شنو وقع، كتحاول انها تسرد اشنو سمعات، غادا وخطواتها تقال وهضرتو كتعاود في دماغها، كتعاود وتعاود وتعاود كيفاش غيمشي لمدينة اخرى، كيفاش باغيها تمشي معاه، كيفاش غتخلي وليديها، شنو خاصها دير. هي لا يمكن أنها تعيش بعيدة عليه، يعني فكرة أنها تفرق عليه شي حاجة اللي مستحيلة بالنسبة لها. حياتها متعلقة بيه لواحد درجة كبيرة، هو مصدر سعادتها، هو مصدر حزنها، هو اللي كيخليها تبغي الحياة، هو اللي كيخليها تبغي حياتها الروتينية، مبقاش كتكره حياتها بحال قبل. هو الوحيد اللي فاش كتشوفه كتنسى كل شي حتى راسها. المشاعر اللي هي هازة من جهته أكبر من أي حب عادي أو حب ديال المراهقة اللي كتحسو تجاه شخص عطاها الاهتمام. لا، هي فاتت هاد الشي، فاتت هاد المرحلة بكثير جدا. منير ولا محفور في قلبها، تقدر تخلى على كل شي غير تكون معاه. ايوا سيداتي، الدرية رجعت بالساليتون كيف خرجت، دخلت لبيتها، تسرحات كيف كانت، عينيها على السقف، هاد المرة سارحة كتقلب يمين وشمال، شنو ندير شنو ما نديرش، ما عارفة ما دير. تلفات بها وضاقت بها واش تختار حبها ولا وليديها ولا مستقبلها. حتى هي مشات معاه، شنو كيتسناها تماك، هو غادي لمستقبله وهي شنو غدير تماك. دماغ كيقول لها سيري، ودماغ كيقول لها لا بقاي، ودماغ كيقول لها ريسكي، كلشي ممكن في الحب والحرب، كلشي مسموح. فبقات هكا ما عارفه ما تختار وما عارفه ما دير، ودازت ليلتها طويله حتى صباح الحال. من صباح الحال ناضت مبوقه تالفه، دارها راسها اصلا ما نعساش مزيان، شافت وجهها في المرايه لقات راسها كيلبون من كثرة الهالات، وجهها منفوخ وباين عليها العيا وحالتها حاله. وسؤال واحد كيدور في بالها هي انها كيفاش غتقدر تختار ما بين والديها ومستقبلها وما بين حب حياتها. مهم داز داك الصباح بائس، حتى وصلت العشية، طلعات لبيتها، جمعات باليستها، خشاتها في بلاكارها، وعاودات شافت راسها في المراية مزيان. هبطات مع الدروج ودخلت للصالة، لقات باباها جالس شاد واحد الجورنان كيقراه وداير نضيضراتو بحالها كتشبه ليه. حاولت عينيها جهة ماماها، شافتها كيفاش كتوجد طابلة بحب، حاولت انها تعاونها على غير العادة مما خلى الام ديالها تشك كيفاش بنتها داخله مع الكوزينه واقع، الا انها هي كانت كتشوفهم كتحاول تشبع نفسها منهم، وكانها حاسه انها اخر مره غادي تشوفهم. بقات كتنقل عينيها بينهم بجوج، بين باباها وبين ماماها. صحيح ان والديها ما كانوش مثاليين، وانهم داروا بزاف ديال الحوايج غالطين، وانهم حسات بلي كيهتموا بدراستها ومستقبلها اكثر منها، ما كانوش الوالدين اللي كتمنى، رسموا لها حياتها كيف بغاو بدل ما يشاوروها كيفاش هي بغاتها تكون. لكن انها تغادر في مرة وتخليهم ما كانش قرار اللي هو سهل بالنسبة لها. ما عرفاش واش انها قرار سليم انها تمشي وتخليهم وتتبع حبها، ولا انها تبقى وتخلى على حبها فغيمون تالفة بزاف. نهار بدات علاقتها مع منير بدات على اساس انها حسات لاول مرة في حياتها كتختار شي حاجة، اول مرة هي اللي كتقرر. منير هو سعادتها، هو عالمها، وكتحس انه مستحيل انها غتقدر تعيش بعيد عليه. ووسط سهوتها سمعت صوت ديال ماماها وهي كتنادي عليها للعشاء،
انضمّات ليهم وسط أجواء ديال الهضرة الروتينية ديالهم، كيعاودوا على خدمتهم. باباها كيتشكى من التلاميذ ومن هاد الجيل ديال دابا بحكم أنه أستاذ جامعي، وماما كتعاود على العذاب اللي دوزات اليوما مع المرضى والعيا بحكم أنها ممرضة. وطبعًا أكدوا عليها كما العادة أنها توجّد لقرايتها باش أنها واخا باقي الوقت باش أنها تلقى راسها دائمًا سابقة الناس اللي معاها. وبنتنا رباب حدها حركات ليهم راسها بالإيجاب واستأذنات باش أنها ترجع لغرفتها، وبالها مشغول بين شكون غتختار وأشنو دير، واش تريسكي ولا تبقى بلاصتها. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا جوابه في الحلقة الجاية إن شاء الله في الجزء الثاني من القصة. يكفي ما طولت عليكم، نشوفكم إن شاء الله في الجزء الثاني. خليوا لي آراءكم، شنو بان لكم رباب، شكون غتختار حب حياتها ولا والديها ومستقبلها، واش غتهور وتمشي معاه ولا غتكون مولات العقل وتجلس الأرض؟ شنو بان لكم؟ عطوني آراءكم، عطوني أفكاركم، أنا متحمسة نقرا تعاليقكم. نشوفكم في الجزء الجاي إن شاء الله، ما تزابيوش. باي باي.